بوابة الجزائر تماما. المقرات الدبلوماسية لأي دولة تعتبر مساحتها جزءا من بلد التمثيل، بالتالي لا يجوز التعدي عليها، ويمكن في هذه الحالة استعمالها ذريعة لإعلان حرب على الدولة المتعدية. فهمتي؟ هذا الشيء هو السبب ديال التخوف ديال المخزن وعودة ديالو بشكل سريع جدا إلى ماذا؟ إلى التخلي على هذا الموضوع. ثم يؤكد، هو قال لك بأنه قرار صادر من طرف واش انت قرار توقع عليه الرئيس ديال الحكومة، وكان باستشارة مع الوزير ديال الخارجية، وتم التأكيد بأنه كذلك بتوقيع وبموافقة من طرف الوزير ديال الداخلية. ثلاثة، يعني تصور انت هي هذه المسألة، ثلاثة المؤسسات مهمين داخل، يعني في البنية ديال السلطة وفي البنية ديال هذا النظام ديال المخزن، إلى شاء التقدير بأننا نتحدثوا عليها دولة. في آخر المطاف تيقول لك بأن هذه الادعاءات الجزائرية لا أساس لها من الصحة، لا أساس من لها من الصحة، فهمني. ولكن راه كاين توقيع ديال الرئيس ديال الحكومه، وهناك كذلك توقيع، وكذلك يعني الطلب من طرف الوزاره ديال الخارجيه، وكذلك توقيع من طرف الوزاره ديال الداخليه، وموافقه من طرف الدار ديال المخزن. ثم يقول لك لا، هذه فقط افتراءات وادعاءات، وان الجزائر تحاول التصعيد وتذهب في الاتجاه الى ماذا؟ الى المواجهه والتصعيد في وتعميق الازمه. لا، انتم اللي قمتوا بهذا الامر. شي يقول لك هنا دابا حاليا الرد ديالهم، وبالتالي لا يجوز التعدي، ويمكن في هذه الحالة استعمالها ذريعة لإعلان حرب على الدولة المتعدية. فلا يوجد فرق بين التعدي على حرمة مقر تابع لهيئة دبلوماسية أو التعدي على حدود الدولة الممثلة. ثم يقوم بالعودة إلى مجموعة من النماذج، وكذلك مجموعة من الأمثلة فيما يتعلق بروسيا، فيما يتعلق بإيران، فيما يتعلق بالعراق، فيما يتعلق كذلك بمجموعة من الدول التي انخرطت في قطع العلاقات، وكذلك شهدت أزمات وغيرها، إلا أنه لم يتم المساس بماذا؟ بالتمثيليات ديالها أو بالمقرات ديالها. صافي. انتهى هذا النقاش دابا حاليا. دابا حنا نتسائلوا بشكل هو ودي مع المخزن ومع الابواق ديال المخزن. تلقيتوا صفا، خاصكم تعترفوا بها، تلقيتوا صفا. المخزن بعيد على هذا يعني الابواق وكذلك هذا الحديث وغيرها داخل المواقع. الواقع شيء اخر. بيان صادر من طرف يعني الوزاره ديال الخارجيه الجزائريه اربك الحسابات ديال المخزن تراجع كالطفل، كالمراهق، كشخص بانه غير مسؤول، شخص غير مسؤول صبياني، تراجع بشكل هو سريع جدا. ونفس في نفس اليوم ونفس الصحيفة اللي هي حزب بريس قامت بإثارة هذا الموضوع، وأكدت بأن المغرب يعتمد على أسس اللي هي قانونية ونزع ملكي، وفي نفس السياق تم فرض على نفس الجريدة بأنها تقوم بماذا؟ بالعودة إلى مصادر اللي هي خاصة، مصادر اللي هي دبلوماسية تتحدث بأن الأمر لا أساس له من الصحة، وبأنه إلى حدود العالم يتم اتخاذ القرار وغيرها من الأمور، وتراجع اللي هو واضح جدا. ويتأكدوا بأن المغرب بأنه لا يريد أي تصعيد مع ماذا؟ مع بأن الأعمال ديالو لا تهدف إلى استفزاز الجزائر. وهذه دولة دابا حاليا، هذه الدولة غادي تنتظر منها بأنها غادي تدخل في حالة حرب. وكذلك ما يتعلق يعني بالتفسير القانوني للبيان بان الاتفاقيه ديال فيينا، لا، الاتفاقيه ديال فيينا يتم الرد عليها دابا حاليا من طرف الوزاره ديال الخارجيه، بان المخزن يحترم الاتفاقيه ديال فيينا علاقه بالاتفاقيه ديال 1961. صافي، انتهى الامر. وبان البيان كان اساسه هو اساس اللي هو قانوني، وانطلقت مدى الجزائر من واحد البعد اللي هو قانوني. ثم بلا ما غاديش نتحدث على ما يتعلق يعني ب هذا الحديث على تفويت يعني العقار ورفض وكذلك تماطل وعرقلة يعني الجزائر منذ 2013 إلى حدود الآن لهذا الأمر، وعدم رغبتها في أنها تقوم يعني بمنح المخزن أو كذلك ببيع هذه الممتلكات ديالها أو الأملاك ديالها أو العقارات ديالها للمخزن. وعندها الحق، عندها السيادة. دولة عندها السيادة فوق الأراضي ديالها وفوق الأراضي ديال العدو ديالها مباشرة، وهي كذلك تتعامل بجرأة منقطعة النظر. في المقابل المخزن هذه طلعتوا فيها دراري صغار نتوما اولا لا. في هذه اللعبه طلعتوا دراري صغار، لا تتوفرون لا على هبه لا على وزن لا على قوه، بل بالاكثر من هذا الاسلوب ديال الكذب واضح. ثم يؤكد بان فقط بيان يقدر بانه يربك الحسابات، وكذلك يحدث فزعا داخل الاروقه ديال القصر العلوي، فزعا داخل الاروقه، وحاله استنفار
داخل الوزاره ديال الخارجيه وداخل كذلك الاروقه ديال القصر العلوي وغيرها بالرباط وغيرها من الاجهزه. بيان واحد خلعت تلقي مني، خرجوا دابا حاليا يتحدثون بان لا اساس من الصحه وبان هذه فقط اشاعات ديال منار السليمي. عموما نتحدث الاخوه والاخوات، يعني هذه مساله اللي انا حقيقه يعني كيف بحال الاساليب تضحكني يعني، باش تعرف كذلك يعني حتى ما يتعلق يعني بالعقليه ديال المخزن، ليست بعقل استراتيجي، عقل حتى انه في سياق اتخاذ القرار لا يعلم حتى يعني من بعد يومين او 3 ايام ما عنده حتى التوقع ديال رده الفعل. يعني خاصك توقع انت رده الفعل في اتخاذ القرار السياسي. خاص اول مسائل اللي هي محوريه هو انك تكون تتوقع، تحط هذه المساله، تتوقع ردود الفعل وجميع السيناريوهات، وفق السيناريوهات اللي مطروحه امامك تتخذ القرار او ما تتخذش القرار. لان السياسه هي اما فعل او عدم او امتناع عن الفعل او عدم الفعل، هذه هي السياسه. يا اما غادي ندير يا اما غاديش ندير. كان من الاحسن هو انك انت دير عدم الفعل وتبقى دائما تندرج في اطار ما يعرف بالفعل السياسي، لان الفعل السياسي تنقسم لجزئين: فعل او عدم او امتناع عن الفعل. بالتالي هذا يعني خطا اللي هو كبير جدا، وكذلك يؤكد بان هناك حاله ديال النرفزه وهناك حاله كذلك ديال المراهقه السياسيه تعيشها دابا حاليا المخزن، يعني بواحد الشكل اللي هو يعني خطير جدا.